اولا كده احب اقول الف مليون مبروك للمارد الاحمر النادي الاهلي الكبير واللي بيشرف مصر دايما وبيشرف الوطن العربي في بطولة كاس العالم للاندية. بجد الاهلي عمل ماتش تحفة وكان فيه ارتياح كده في اداء اللعيبة مش طبيعي، وطبعا كان ماتش متوقع لان بالنسبة لفريق زي الاهلي بتاريخه وقوته دي كان لازم نكون متأكدين انه من الطبيعي اللي شفناه في الماتش بتاع اوكلاند سيتي ده واللي شفناه برضه في ماتش سايتل الامريكي. وتعالوا بقى اقول لكم ليه انه من الطبيعي ان الاهلي يكسب، واقول لكم برضو تاريخ الاهلي في كاس العالم للانديه كان عامل ازاي، لان بجد ده فريق مش طبيعي وتتفرج عليه كده تحس انه فريق اوروبي مش فريق مصري، اذا كان في الاداء بقى او اسلوب اللعب او انسجام اللعيبه مع بعض او حب اللعيبه للفريق. بجد فريق يشرف، وتوقعي كده وممكن كلكم تضحكوا عليه وتقولوا ده بيقول ايه يا عم، لكن هقول لكم ده توقعي وكل واحد هو حر يتوقع زي ما هو عايز. انا متوقع ان الاهلي هياخد كاس العالم السنه دي، وهيجي حد يقول لي انت بتقول ايه يا عم ده هيقابل ريال مدريد قبل النهائي، هقول له عارف والله، بس دي انا متوقع كده ودي اراء. وتعالوا بقى اقول لكم تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لان بيشارك النادي الاهلي في كاس العالم للانديه 8 مرات في تاريخه، وبتيجي مشاركته المره دي بعد ما حصل على المركز الثاني في افريقيا. وزي ما قلت لكم قبل كده هو ليه بيشارك وهو مركز ثاني؟ لان ما ينفعش فريقين يشاركوا من نفس البلد، فبيشارك الوداد المغربي لانه بطل افريقيا، ولان البطوله دي بتتلعب في بلدهم المغرب فكان لازم يشارك وصيف افريقيا، وعلشان كده بيشارك الاهلي. والبطوله دي ليها طابع خاص للفرق العربيه، لان هي بتدي فرص للعب قدام اقوى فرق العالم، وبتخليهم يتعرفوا على مدارس كرويه مختلفه، وبيتعرفوا عليها عن قرب وبيلعبوا معاهم وبيعرفوا اللعب ماشي ازاي. تعالوا بقى اقول لكم تاريخ مشاركات الاهلي في كاس العالم. اول مشاركه للاهلي كانت سنه 2005 اللي كانت في اليابان، وفشل الاهلي في تحقيق اي انتصار واكتفى بالمركز الاخير. بس هل يسكت بقى الاهلي على كده ويقول لك خلاص انا استسلمت؟ لا طبعا، بيشارك السنه اللي بعدها على طول في 2006 وبيفتتح مبارياته بالفوز على اوكلاند سيتي في البطوله دي، وحصل على المركز الثالث ورجع مصر بالميداليه البرونزيه. وبيجي الظهور الثالث للاهلي في 2008 على طول وحصل على المركز السادس برضه، وبعد كده بيجي حلم العبور لنهائي كاس العالم بقى في 2012 وبرضه بيخسر الاهلي وبيكتفي بالمركز الرابع. وبعدها بيشارك الاهلي في 2013 وبيرجع تاني للمركز الاخير، وبعد كده بقى بيشارك تاني في 2020 في كاس العالم بتاع الانديه وبيفتتح مشواره في الفوز على الدحيل القطري. وبعد كده بيقابل بايرن ميونخ وبيخسر في نص النهائي علشان يقابل بالميرس في تحديد المراكز الثالث والرابع، وبيكسب في ضربات الجزاء وبيعود بالميداليه البرونزيه من تاني. وفي سنه 2021 بدأ الفوز على مونتيري، بعد كده بيخسر من بالميرس لكنه فاز على فريق الهلال في لقاء المركز الثالث والرابع، ومش اي فوز ده كسب الماتش ده 4-0. ونيجي بقى لسنة 2023 اللي بيفتتح فيها الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الماتش اللي كان سهل جدا على الأهلي وفتح أحلى سكور في حياته فيه. وإن الماتش ده لعيبة الأهلي قالوا إنهم بيتمنوا يوصلوا لمراكز أفضل من المراكز اللي فاتت، واللي هي 3 مرات ميدالية برونزية اللي هي كانت سنة 2008 و2020 و2021. وبعد كده قابل النادي الأهلي نادي سايتل الأمريكي واكتسحوا بفوز مستحق. ويجي الدور بقى يا سيدي على ان الاهلي بعد كده هيقابل ريال مدريد بطل اوروبا، ونتمنى كلنا فوز الاهلي زي ما قلت لكم في الاول على ريال مدريد وياخد البطوله ان شاء الله. ويا رب كلامي يكون خفيف عليكم واكون قدرت افيدكم بالمعلومات دي، وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لي لايك ومتابعه. والاهم من ده كله بقى يا سيدي انا محمد اشرف.